ويا صباح الورد، يا صباح الهنا. عاملين ايه يا بنات؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل اكله مع بعض حلوه، والجو حر بقى، فقررت ان انا ما اعملش اي حاجه فيها طماطم، يعني اي حاجه طبايخ او فيها طماطم لا. هنشوف اكلتنا ايه مع بعض كده. انا هعمل رز بالخلطه وهحشي فرخه، ويا رب طريقتي تعجبكم ان شاء الله، تجربوها وتعجبكم جدا الطريقه دي. بصي يا ست الكل، انا حطيت هنا معلقتين سمنه بلدي، وحطيت عليهم المادة الدهنية دي بتاعتك انتي، ممكن تعمليه بزيت بسمنة عادية عادي خالص. تمام. وحطيت بصلتين وسط ضربتهم في الكبة، ونزلت عليهم بنص معلقة سكر ونص معلقة ملح عشان البصل يكرمل معاكي وما يتحرقش. انا بحب الرز اللي بالخلطة يبقى لونه غامق، يعني بيبقى لونه فخم كده، مش الفاتح ده. بحس ان هو بصراحة بيبقى لونه عيان كده، ما بحبوش. فضلت احمر فيه لما خد اللون ده معاكي زي رز الصياديه كده. ونزلت بعد كده بالكبده والقناصه بتاعت الفرخه، كنت مقطعاهم قطع صغيره، وشوحت فيهم توابلي بقى يا ست الكل. حطيت سنه بابريكا، سنه بهارات فراخ، حطيت اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، حبهان بودر، وحطيت فلفل اسمر، ونزلت بالرز. قلبت بقى كده لحد ما يشكشك معايا كده، شوحت شويه لحد ما يشكشك معايا كده. والميه اللي هنعملها للرز هتبقى يا دوبك بتغطيه، مش هنعمل السقيه العاديه بتاعت الرز لا. اول لما يتشرب هنسويه 60% بس، يا دوبك يتشرب مبقاش فيه ميه زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي ناخد شويه من الرز على قد الفرخه، خليهم على جنب علشان ما ينفعش نحشي اي حاجه وهي سخنه، غلط. فراخ، حمام، اي حاجه هتحشيها لازم الحشوه بتاعتك تكون بارده. والفرخه حشيتها اهي في الكيس الحراري، بس بصراحه كانت مشكلتي معاها، يعني انا جايباها في نفس اليوم، بس الجلد بتاعها وانا بغسلها وهي طازه الجلد بتاعها عمال يتقطع. وحتى هو نسي وفتح لي الرقبه، ما عملهاش حشو. قلت مش مشكله الرقبه، كده كده هعملها في كيس حراري، بس الجلد كان تقريبا مفرهده من الحر ولا ايه، انا مش عارفه. المهم حشت الفرخه ظهرها كده، فضلت احطها بقى في الكيس الحراري، اقلبها على وشها كده، وابصوا القطع اللي فيها تقطعها بقى كده. نزلت بمعلقه صلصه ومعلقه زيت ومعلقه، معلش كنت برد على التليفون. هنا نزلت بمعلقه صلصه على معلقه زيت ومعلقه صفار زعفران. لو مش عندك صفار زعفران حطي كركم، ورشه فلفل ورشه فلفل اسمر وملح. اعمليهم كده وادعكيها بقى وش وظهر كده بالفرشه، واقفلي عليها الكيس الحراري، حجميها كده بالكيس الحراري، لان ما عرفتش ان انا اكتفها، هي مش طايقه نفسها. حطيت فيها بصلتين كده جنبيهم، هما بيحبوه بس صحاح يعني، حطيتهم جنبيها كده. وابتديت ان انا اقفلها بالشكل ده كده، ومش هحط في الصينيه ولا نقطه ميه، هي الفرخه هتنزل ميه وهتستوي في الكيس الحراري. تمام. كنت بعمل كشك هنا، بس التليفون الجو كان حر والتليفون كان بيسخن ويفصل، فما خدتش بالي ان انا المقطع ده ما تصورلكوش. عموما انا جبت كوبايتين شوربه، كان عندي شوربه، جبت كوبايتين شوربه فيهم معلقه واحده رز، غسلتها وحطيتها فيهم، وحطيت معلقه صلصه، لاني ما بحبش الكشك يبقى لونه ابيض، يعني بحب يبقى لونه مدي على بينك شويه كده، اتعودت اكله كده بصراحه. لما الرز يستوي معانا، تمام، هننزل الكوبايه اللي في دي كانت حوالي ربع كيلو لبن. ربع كيلو لبن دول حطيت عليهم معلقه ونص نشا على معلقه ونص دقيق، قلبتهم كويس من التكتلات، ورحت بعد كده نازله بيهم وفضلت اقلب فيهم لما شكشك وبكبك كده بقى خلاص استوى. رحت قافله عليه، والرز الباقي ده معايا من حشو الفرخه بوريهولكوا ده، خليته بقى يكمل سواء عادي. وبعد ما الكشك استوى كده جبت بصلايه فرمتها وحطيتها في معلقه سمنه كده، وبعدين رحت مشوحاها زي ما انتم شايفين كده. نص البصلايه بالسمنه نزلت فيه في الكشك، والنص التاني حطيته فوق الاطباق زي ما انتم شايفين كده. انا بحب لونه بالشكل ده بقى، جربيه بالطريقه دي هيعجبك، وسهل جدا جدا جدا. ودون لسان عصفور، فكانت الحله فيها اوريدي الشوربه، فقلت بقى بدل ما اعمل في حله تانية لا انا هعمل في الطاسه. كانت بنتي واقفه معايا هنا بتقلب، بس طبعا 3/4 لسان العصفور بقى على البوتاجاز، بس يلا مش مشكله، كتر خيرها. وعملت كمان ملوخيه، بس ملوخيه ناشفه، ما كانش عندي وقت بصراحه ان انا اعمل خضره، يعني عملت ملوخيه ناشفه. كان عندي شويه شوربه ارانب كده، عملت عليهم ملوخيه ناشفه اهي. الملوخيه الناشفه وانتي بتسويها حط لها
يعني يا دوبك ذره سكر صغيره كده، بتديها تسكيره وبتحس انها خضره، بتبقى تحفه خالص. وحطيت لها توميه وسنه كزبره في الشوربه، وبعد كده دي بقى برضو توميه، ما بكترش التوم بصراحه في الملوخيه عشان ما يتعبش المعده. ونزلت فيها كده بمعلقه سمنه، وبعدين حطيت عليها شويه الكزبره واتعملت. وبوريكم الفراخ بعد ما طلعت من الفرن، كانت دايبه دايبه دايبه، بصي عامله زي بتاعه براك بالظبط، طلعت لوحديها. وبكده يا حبايبي الفيديو بتاعي خلص، ويا رب يعجبكم. ولو عجبك الفيديو يا ريت بقى تشتركي في القناه وتدوسي على علامه الكل عشان اول ما انزل فيديو يوصلك، ولايك منك جميل. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.